نحب نوضح بخصوص هذه البيانين. البيان الأول خاص بإجازات السوق، وأن المرور العامة ستبدأ بالمحاسبة، يعني بدأت انطت مهلة 10 أيام كفرصة لمن لم يحصل على إجازة سوق. بعدها راح تتم المحاسبة وإحالته إلى محكمة التحقيق وفق المادة 21 قسم 21 من قانون المرور، يعني عقوبات شديدة مشددة، هذه وفق القانون بها. بيان رقم 7 خاص بمنع تجوال مركبات الفحص المؤقت. يمنع تجوال مركبات الفحص المؤقت في جميع طرق، مو فقط بغداد وإنما العراق، لكن يستثنى منها مركبات المستلمة من الشركة العامة للسيارات والمستلمة من الشركة العامة لتصنيع السيارات. الإخوان في إقليم كردستان أعلنوا من خلال بعض الفضائيات في أثناء العيد أنه بعد العيد سيتم تسجيل مركبات بأسماء المواطنين العرب. حقيقة اتصلوا بنا وطلبنا منهم انه كتاب رسمي حتى احنا نكون عون لهم في تعميم هذه الحالة من خلال وسائل الإعلام. الموضوع الثاني، كانت هناك زيارة للسيد وزير الداخلية مع مدير المرور العام إلى إقليم كردستان، وتم تشكيل لجنة. هذه اللجنة توصلت يعني من خلال معاناة المواطنين إذا قدوم مركبات كردستان بوكالة، توصلوا إلى بعض المقترحات، رفعت أمام أنظار السيد وزير الداخلية ورفعت إلى رئاسة الوزراء. حاليا احنا بانتظار إذا تم المصادقة عليه، أكيد راح يكون بفائدة المواطنين كافة ونعلن عليه في حين إن شاء الله.